ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ في مشهد مهم جدا ممكن يشيل من على كتافنا بلاوي في فيلم Pursuit of Happiness، واللي احنا عارفين ان هو قصه حقيقيه. لما ويل سميث بيلاقي راجل معاه عربيه جامده جدا، فبيقول له قول لي بقى انت بتشتغل ايه وبتشتغله ازاي؟ فبيبتسم وبيقول له انا بروكر، ودي حاجه عايزه انك تبقى اجتماعي وشاطر في الارقام. المشهد ده لو هنا ملوش غير قفله واحده، يلا بعيده عن العربيه يا ابن، مش علشان هم اطيب مننا، علشان هو عارف انه فعلا يقدر يحقق ده فيخاف منه. ليه؟ طيب هو جاب الثقه دي منين؟ هل هو شافه قبل كده؟ المفترض ان ده راجل ماشي في الشارع. لا، هناك ده الديفولت، قاعدة مقياس علمي مش أي كلام على تحضر وصحة المجتمعات، اسمه السوشيال موبيليتي، يعني قدرة الواحد إن حياته تبقى أحسن من حياة أهله. تقعد الجهات المختصة بقى كل سنة تحسب كام في المية من السكان في كل بلد اتنقلت من طبقة اجتماعية لطبقة اجتماعية أعلى، وبالمهارات العادية، يعني يا إما اتعلم تعليم شبه اللي أغلب الناس بتتعلمه، أو حتى عنده حرفة عادية بيعرف يحسب واجتماعي زي أخينا ده، أو بياع شاطر، أو أيا كان، مش لاعب كوره ولا ممثل، علشان المفروض ان دي مواهب مش عند كتير من الناس. ده كان موجود في مصر زمان، والمثل اللي لا امل من طرحه هو مسلسل حديث الصباح والمساء، واللي مش بس عظيم دراميا لكنه دقيق تاريخيا بنسبه 99% على الاقل. في البدايه كان في ازهري واحد وتجار وحرفيين ما بيفكوش الخط، ولادهم اتعلموا بقوا افنديه، الطبليه بقت سفره والاوضه بقت شقه، البنات اتعلمت، ولادهم دخلوا الجامعه بقوا دكاتره وظباط وشعراء. فكلمه افندي زمان كانت بتكتسب اهميتها من ان الشخص ده لا هو تاجر ولا فلاح، مع احترامنا طبعا للاتنين، بس القصد ان هو اتعلم واتنقل للطبقه المتوسطه. حاليا للاسف احنا بنجري باقصى سرعه عندنا، مش علشان نبقى احسن من اهالينا، علشان نفضل في مكاننا او علشان ما نرجعش لورا. يعني في بوست عجبني جدا، احنا الجيل اللي شاف كلمه عيش عيشه اهلك وهي شتيمه وشافها وهي امنيه. فده يقودنا بقى، مش انت بتقولي ان في مقاييس دوليه بتحسب كل دوله حصل فيها سوشيال موبيليتي قد ايه؟ مصر مكانها كام في الموضوع ده؟ الاندكس اللي عمله الورلد ايكونوميك فورم او المنتدى الاقتصادي الدولي بيقول ان مصر في المرتبه ال71 من 82 دولة، يعني احنا في اخر 11 دولة في العالم يقدر الفرد فيهم يحلم بحياة افضل. السكور بتاع اعلى دولة وهي الدنمارك 85.2، السكور بتاع مصر 44.8. طيب السكور بيتحدد على اساس ايه؟ والله كذا عنصر بيصبوا كلهم في فكره تكافؤ الفرص. بس قبل ما نتنقل للنقطه دي، خليني اقول ان احنا دلوقتي في وقت ازمه اقتصاديه، بس من قبل الازمه بزمان، من اول ما اتولدت تقريبا، الكليشيه المصري العظيم، بخلاف بقى اخينا ده اللي هو كان بيشرح لزميله ازاي يبقى عنده عربيه حلوه، لا احنا بنمجد قوي في فكره الجامعي السريح، بنتمزج بحكايات المهندسه اللي سابت الهندسه وبقت تعمل سندوتشات وطرط، والمدرس اللي بقى يسرح في الاشارات بفريسكا. النغمه السائده في التلفزيون منذ قديم الازل ان كل شاب عايز يعمل لي فيها مدير بقى، وان مش عيب انك تشتغل اي شغلانه حتى لو كانت دونيه، حتى لو كانت مش محتاجه شهادات خالص، طالما انها شريفه. هو مش عيب على اللي هيشتغل، هو عيب عليكم انتوا انكم ترددوا الهبل ده، لان المفترض ان الانسان بيترقى ماديا بالمرتب بتاع الوظيفه، وبيترقى اجتماعيا بالمكانه اللي بتخلقها له الوظيفه. فلما كل البلد تشتغل في اي حاجه وتشتغل في اعمال دونيه، الناس هتترقى ازاي؟ الا اذا كان حضراتكم عاملين حسابكم على حته اثار بقى. الرد دايما بيبقى ما انتوا معاكم شهادات صحيح، بس مش مؤهلين كفايه. والحقيقه ده كلام مظبوط، يعني انا شخصيا اتخرجت من الكليه ناقصني مهارات عمليه كتير اهو، يعني دي الحقيقه هنروح منها فين؟ بس الحقيقه ده يرد عليه بحاجتين. اولا الوظيفه الكويسه ممكن تعوض ده اصلا، يعني انا لما اشتغل شغلانه كويسه هكتسب فيها المهارات العمليه اللي كانت ناقصاني في الكليه، هتبقى عندي مثلا على ترقيه، فهاخد كورس، هتعلم لغه، ودي حاجات انا اكيد مش هعملها لما ابيع في ريسك، بدليل ان نفس الشباب دول بيسافروا دول تانية بيشتغلوا بنفس الشهادات والحياه بتمشي. ثانيا هو كون ان انا مش مؤهله ده مسؤوليه مين؟ هو انا كنت لقيت تعليم احسن من ده وقلت لا، فده يرجعني للعناصر اللي على اساسها بيتحدد سكور السوشيال موبيليتي. العنصر الاول التعليم، هل البلد دي فيها تعليم كويس ومتاح لاغلب الناس، ولا الحكايه مرهونه بانت بتدفع قد ايه؟ نمره 2 الوظائف، زي ما اتكلمنا، لو فرضنا ان في وظيفه كويسه هل هتبقى متاحه للجميع، ولا الحكايه مرتبطه بالوسائط؟ انا شخصيا كنت مقدمه في انترفيو في شركه من الشركات، وقعدت اتسال اسئله ملهاش اي ثلاثه علاقه بالوظيفه اللي انا مقدمه عليها. مثلا انت خريجه مدرسه ايه؟ رغم ان هي عملت لي انترفيو واتاكدت ان انا بتكلم انجليش كويس. انت عضوه في نادي ولا لا؟
انت عندك عربيه ولا لا، كلها حاجات يعني انت مال اهلك. انا خريجه ام سحلول الثانويه بنات، انت مالك يعني؟ انت مش ليكي سكيلز ومهارات؟ هي عايزه تتاكد انا بنتمي لاي طبقه اجتماعيه. طيب المرتبات اللي الناس هتمشي حياتها على اساسها، ايام ما كانت الدوله بتتباهى بمعدل نمو تقريبا 7%، كانت الناس بتقبض كام؟ هل عمر المصري كان بيقبض مرتب يعتبر ان هو عالي حتى وشركته بتكسب؟ هل في قوانين تلزم الناس بحد ادنى للاجور معقول؟ هل في جهات شغلتها ان هي تراقب على القانون لو طلع؟ هل الاقتصاد المصري بيخلق وظائف كويسه اصلا، ولا كان اقتصاد ريعي قائم على العمولات والسمسره؟ في مفارقه لذيذه جدا، كنت بقرا تقرير للامم المتحده انها بتحاول تقنع الستات في البلاد الفقيره جدا ان العمل شغلته تحسين الحياه وتنميه الذات، مش ان انت تبقي بتعيشي اليوم بيومه اللي هو احنا بنتكلم فيه ده كله. وده الحقيقه عندنا مش متوفر لا الرجل ولا الامراه. وقريت الكلام ده في الوقت اللي هو بيثار فيه جدل الست تشتغل ولا ما تشتغلش، اللي هو بينط من وقت للتاني ده. فيا حبيبي مش لما توفر لنفسك الكلام ده الاول نبقى نتجادل الستات تشتغل ولا ما تشتغلش، بس نرجع ونقول ان الجدل الحريمي على طول ده يعني وسيله للتنفيس عن الاحباط مش اكتر، يعني زي ما احنا شايفين. ولكن ما علينا. الثلاث عناصر الباقيين في السكور هي العداله في الوصول للتكنولوجيا، والسيفتي نت اللي هي فكره ان يبقى عندك تامينك وتامينك الصحي واعانه البطاله والحاجات دي كلها، واخيرا وليس باخر او الاهم من كل ده الصحه، لان انت مش هتعمل الكلام ده كله غير وانت فيك حيل يعني. ولو بصينا هنلاقي ان كل ده مرتبط بشغلانه كويسه والتعليم، يعني حتى الصحه ذات نفسها، يعني انت الحياه الحلوه وراحه البال كل دي عوامل بتساهم في ان الانسان تبقى صحته كويسه. طيب ضعف السوشيال موبيليتي ليه تداعيات سياسيه واجتماعيه، عشان كده كنت بقول لكم المشهد ده ممكن يشيل على كتافنا بلاوي. سياسيا في دراسه اجنبيه اتعملت حاطه اسمها في المصادر بتقول ان في علاقه طرديه ما بين تراجع السوشيال موبيليتي وتصاعد التيارات الدينيه المتطرفه او السياسيه المتطرفه. واحنا طبعا على درجه من البؤس حاليا ان احنا مش قادرين نحط تعريف واضح للتطرف، يعني المتطرف في نظري هو عين العقل عند ناس تانية، ولكن ما علينا. المهم ان ده بيحصل لان هم بيبقوا مصدر احتواء الاحباط اللي بيبقى عند الناس في الظروف دي. اجتماعيا زي ما شفنا في بدايه الفيديو، فكره ان انا عندي امل ان حياتي هتبقى احسن وان اللي قدامي عارف كده، ده بيمتص قدر كبير من مشاعر الغل والحسد والحقد، لان الاحباط مصدر عظيم للعدوانيه ولكتير من البلاوي. الناس مش رفاهيه ان هي تحس ان حياتها هتبقى احسن، فلما الدنيا تبقى مقفوله في وشهم ما تزعلش بقى لما يدور على الامل ده في حته تانية. يعني فكره ان التيك توك ما هي حاجه سهله ومتاحه لاغلب الناس ومش محتاجه مجهود كبير، ايه اللي يخلي الناس ما تروحلوش؟ يعني ايه اللي يخلي الناس ما تشتريش الترماي من الاستاذ صلاح ابو المجد؟ لان الامل مش رفاهيه، ضروره لاستقامه الحياه. سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه بيقول: أنا رجل أحيا بالأمل، إن تحقق ففضل من الله، وإن لم يتحقق فقد عشت به دهرا. مجرد وجوده بيدي للحياة معنى. فشكرا يا جماعة، أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.